السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نحل مع بعض النموذج الاستشهادي الخامس ابلايد. نقول كده بسم الله، ربنا يرزقنا كده وإياكم التوفيق. أول سؤال بيقول لي أنا عندي F3I و 4J active في البوينت 2 و 3، عايز اللينث of perpendicular drawn from the point negative 1 و 3 to line of action. طيب ده سؤال متكرر تقريبا في كل الترايل اكزامز. هو عايز اللينث of perpendicular، فلازم في الأول أجيب المومنت. يعني هجيب الار هي بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر، فيبقى 2 ماينس نيجاتيف 1 هتبقى 3، و 3 ماينس 3 تبقى 0. اروح اجيب المومنت، هتقول لي ار كروس الاف، يعني هتبقى 12 ماينس 0 هتبقى 12 كي. هيبقى اللينث اوف perpendicular هو نورمال مومنت، يعني 12 على نورمال فورس، يعني 3 باور 2 بلس 4 باور 2، فتطلع لحضرتك 12 اوفر 5 يعني 2.4 لينث يونت، اللي هي تشويس رقم سي. طيب السؤال التاني بيقول لي in opposite figure عندي forces F و 5 و K و 7. ماشي، كلهم نيوتن، اكتف البوينت كذا. if the forces are parallel وكمان equilibrium، عايز F minus K. كلمة equilibrium يعني ايه؟ يعني فوق قد تحت، يعني 7 plus F equals K plus 5. طب حتة يعني صياعة شوية في الحل، هو عايز K minus F. طب ما سيادتك لو جبت ال F هنا هتروح بالنيجاتيف، ولو جبت ال 5 مكانها برضو هتروح بالنيجاتيف، يعني K minus F equals كام؟ equals 2، يعني choice رقم B. خلصت. نيجي عند رقم 3. رقم 3 بيقول لي أنا عندي in the opposite figure، عندي ده سكوير، أهلا وسهلا، السايد بتاعه 8. عندي forces F و F هما بيعملوا couple equivalent للكابل اللي هو 20 و 20، وبيقول إن ال F وال F parallel لل BD. طب جميل، مادام ال F وال F parallel لل BD ده سهل لي الموضوع خالص، وخصوصا ان ده سكوير. ثانية واحدة بس نعدل اللاين ده. طيب تعالى بقى نمسك 20 و 20 بيعملوا كابل، ونجيب مومنت. هيلفوا بالبوزيتيف، والديستانس اللي هي السايد نفسه اللي هي 8، وبالتالي هتبقى 160 هتبقى نيوتن دوت سنتيمتر. عندي اف و اف برضو فورم ا كابل، المومنت بتاعته برضو بالبوزيتيف، والديستانس عشان ده سكوير هيبقى الديستانس ما بينهم هو الدايجونال نفسه. ليه اشمعنى هنا الدايجونال نفسه؟ عشان في السكوير الدايجونال هنا بيربنديكولار، وبالتالي تبقى دي 90، وبالتالي تبقى دي برضه دي 90، عشان الفورسز نفسها بارلل للبي دي. طب الدايجونال في السكوير هو عبارة عن ايه؟ ياخد السايد روت 2، يعني 8 روت 2، برضه نيوتن دوت سنتيمتر. هما الاتنين equivalent لبعض، يعني 8 روت 2 اف equals 160. ودي دي بالديفايدد، يبقى 160 divided 8 روت 2 هتطلع لحضرتك ب 10 روت 2، اللي هي تشويس رقم B. نمبر 4، انا عندي the velocity vector V، والتايم ماشي مديني ال V t squared minus 6t plus 5. عايز الاكسلريشن after 5 seconds. التفاهة دي ده جميل قوي. يبقى الاكسلريشن عشان ال V function في t هتبقى dv over dt، يعني 2t minus 6. طب جميل، يعني حضرتك بعد 5 second يعني 2 times 5 minus 6 هتبقى 4، هتبقى 4 متر بير سكند سكوير، يعني تشويس رقم بي. سهل قوي. رقم 5، انا عندي body of mass m كيلوجرام، body of mass m كيلوجرام، ماشي، at any time t is given by the relation 2t plus 5 ادي mass variable، بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي 49 متر بير سكند، عايز الاف. نفس السؤال ده متكرر في الترايل اللي قبليه بالظبط، بس في الترايل اللي قبليه رخم سنه صغيره فاداك الفي بالكيلومتر بير اور وانت حولتها بس. فنعيد تاني اهو، الفورس اول ما يطلب منك فورس بص على الماس، لو الماس كونستنت يبقى الاف ايكوال ام اي، لو الماس فاريبل يبقى الاف ايكوال ديريفيتيف ام في.
الفي كونستانت 49 والماس هتبقى 2t بلس 5. تعالى بقى انا وسيادتك نجيب ديريفيتيف ده. اي رقم تايمز مالكش دعوه بيه، 2 تايمز 2t الديريفيتيف بتاعها تبقى 2، طبعا ال5 تبقى بزيرو يعني 98. خد بالك انت حاطط الماس بالكيلو جرام والفيلوسيتي بمتر بير سكند، فده يطلع على طول بالنيوتن. هو عايزها ايه؟ عايزها نيوتن، كتر خيرك، يبقى 98 تشويس رقم دي وخلصت. ولو عايزها بالكيلو جرام ويت اعمل ديفايد الجرافيتي. السؤال اللي بعده، عندي ريكتانجل اسمه ABCD، ال AB ب 3 و بيقول لك انا عندي تو فورسز، عندي فورسز اسف ار ان equilibrium، عايز ال AD، عايز الدايمنشن التاني. طب ده equilibrium؟ انت شايف ايه؟ شايف ان انا عندي ال8 وال8 opposite direction فبيعملوا couple، وال6 وال6 برضو قد بعض وبيعملوا couple، يبقى هو يقصد هنا ان التو couples هنا equilibrium. تعالى نمسك واحده واحده. هقول والله ال8 وال8 بيعملوا couple، المومنت بتاعه هيبقى 8 تايمز الديستانس اللي هي 3 يعني 24 نيوتن دوت سنتيمتر. وعندك كمان ال6 وال6 بيعملوا couple، بس المرة دي هيلفوا بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 6 تايمز الديستانس اللي ما بينهم هسميها اكس، اللي هو الاي دي والبي سي ما هم قد بعض، يبقى نيجاتيف 6 اكس. وعشان هو ايكوليبريم يعني الصم بتاعهم هما الاثنين، يعني نيجاتيف 6 اكس و24 ايكوال 0، يعني 6 اكس ايكوال 24، يعني الاكس ايكوالز 4 سنتيمتر، يعني الاي دي هتبقى 4 سنتيمتر، يعني تشويس رقم بي. نمبر 7، انا عندي رومبس السايد بتاعه 4، وعندي كمان ان البي دي ايكوالز اي بي، يعني البي دي برضو 4. لحظة واحدة، طب ما هو مادام ده 4 وده 4 وكلهم 4، يعني كده ده كده بقى عندي equilateral triangle، يعني كل انجل من دول ب 60. يمكن نحتاجها. بيقول if the system of the forces measured بالنيوتن form a couple. ماشي، عايز المومنت بتاعه. طب التلاتة دول اللي هم دول هعملك عليهم هايلايت اهم، ادي في فورس وادي كمان فورس وادي كمان فورس وادي كمان فورس. دول بيعملوا كابل ازاي؟ تعال نفكر كده. هل كل اتنين فورس قد بعض وابزيت دايركشن؟ لا. هل دول سيم سايكليك اوردر؟ برضو لا. يبقى دول اكيد الكيس اللي هي التالتة، هي عبارة عن فورسز، لو رحت جبت الريزلتنت يطلع بزيرو، ولو جبت المومنت هيطلع برقم. طب هنجيب المومنت فين؟ قال لك مومنت الكابل في اي حتة، اي حتة اي حتة يطلع نفس الفاينل انسر. هيبقى النصاحة هنا ان انت تختار بوينت تسهل عليك المومنت. انا شايف ان اسهل بوينت تجيب عندها مومنت هي البوينت بي. اشمعنى؟ لان لما هتجيب المومنت عند بي فال6 كده ملهاش مومنت، وال4 دي كمان ملهاش مومنت، وال4 التانية ملهاش مومنت. هيتفضل عندك ال10 بس هتلف بالبوزيتيف، فهيبقى مشكلتك في الديستانس. برضو مفيش مشاكل. ليه؟ لان الديستانس هنا هي الاوبوزيت للانجل 60، فتاخد هايبوتنس ساين، يعني 4 ساين 60. اضرب دي كلها كالكوليتر فتطلع معاك ب 20 روت 3، جبت المومنت في ربع سطر. 20 روت 3 يعني تشويس رقم كام؟ تشويس رقم سي اهي. نمبر 8، مديني برضو الفيلوسيتي فانكشن في تي، وعايز الالجبريك ميجر اوف ديسبيسمنت. برضو نفس السؤال متكرر من الترايل اللي فات. حضرتك ركز، الديسبيسمنت غير الديستانس. الديستانس هنحط الفي بزيرو عشان نشوف البادي بيعمل تشينج دايركشن فين، ولو التايم طلع في الانترفال اللي هو مديهاني هقسمها، طلع بره خلاص مش هشتغل عادي. لكن في الديسبيسمنت وانت مغمض هتقول لي والله يبقى الديسبيسمنت هي انتجريشن من 3 ل 6 للفي اللي هي 3 تي باور 2 بلس 2 تي. تقوم جايب الكالكوليتر واعمل لي ديفينيت انتجريشن ل 3 تي باور 2 بلس 2 تي، وهنا هيبقى من 3 لحد 6. هتطلع بكام؟ هتطلع معايا ب 216 متر. شكرا، انت كده مظبط دنيتك، المتر بير سكند والتايم بالسكند، وطلعت الديسبيسمنت بالمتر، يبقى تشويس رقم دي خلصت. نمبر 9، عندي مان الويت بتاعه 70، واقف في الفلور اوف ليفت موفينج فيرتيكلي اب، بيتحرك لفوق باكسلريشن كذا، عايز البريشر
على الفلور بس بالكيلو جرام ويت. طب مادام طالع هيبقى البريشر ايكوال ام جي بلس ايه. الماس ب 70، الجرافيتي 9.8 والاكسلريشن 1.4. بس خد بالك ده بيطلع بالنيوتن، فلما نشيل منه الجرافيتي هنطلعها كيلو جرام ويت. نشتغل. هنقول والله ادي 70 تايمز 9.8 بلس 1.4 هتطلع ب 784. شيل منها الجرافيتي هتطلع لحضرتك ب 80. شكرا خلصت. تعالى في رقم 10. عندي بادي بيتحرك في ستريت لاين اندر افكت اوف ذا فورس اف. الماجنتيود بتاعتها 3x سكويرد ماينس 2x. خد بالك برضو اي فورس فانكشن في x او في s يبقى حاجه من اتنين، يا ورك يا تشينج في الانرجي عموما. هو بيقول لك if the force act in the same direction of motion. خد بالك من الحته دي كويس، عشان وانت بتجيب الورك لو هو same direction يبقى اف اف اس، لكن لو opposite direction هتحط نيجاتيف. بيقول لي عايز الورك دان اوف ذا فورس من 2 لحد 5. شكرا. هيبقى الورك ايكوال انتجريشن من 2 ل 5 ونحط ادي 3x باور 2 ماينس 2x. برضو هات الكالكوليتر definite integration. هتبقى 3x سكويرد ماينس 2x وهنعملها من 2 ل 5 هتطلع ب 96. نتأكد من اليونتس. هنا مفيش يونتس، اكتب لي ورك يونت بس، يبقى هي 96 يعني تشويس رقم سي. نمبر 11 بيقول انا عندي رود ملهوش ويت. ماشي. اللينث بتاعه 100. في فورسز مرسومه قدام حضرتك. ماشي. measured with the same unit. اوكي كتر خيرك. بيقول لك if the rod in equilibrium under effect of these forces. عايز السي دي. طيب مفيش اي معلومه تانية؟ مفيش اي معلومه تانية. طب انا شايف ان هما 8 و8 وهنا 3 و3 يعني دول برضو 2 كابل، صح؟ هو مديني اللينث كله بتاع الرود ب 100، فالفايده ان هتقول لي والله ان 3 و3 بيعملوا كابل، فيبقى المومنت بتاعتهم هيلفوا بالنيجاتيف والديستانس ما بينهم 100 اللي هي طول الرود كله، فتطلع معاك بنيجاتيف 300. ادي اول مومنت. الفكره بقى كلها في ال8 وال8. لو انا جيت عملت ريزوليوشن هتبقى هنا 8 كوزين 60 وهنا هتبقى 8 ساين 60، وبنفس الطريقه هنا 8 ساين 60 وهنا 8 كوساين 60. فالاتنين فورس دول ملهمش مومنت، فهتلاقي ان الفورسز بتاعت حضرتك جت على مين؟ هتقولي ان 8 ساين 60 و8 ساين 60 هما الاتنين بيعملوا كابل، وبالتالي المومنت بتاعتهم بالبوزيتيف، والديستانس ما بينهم معرفهاش هسميها اكس، فتطلع معاك هي 4 روت 3 اكس. طب هو ايكوليبريم يعني الصم بتاعهم بكام؟ الصم بتاعهم بزيرو. طيب يعني 4 روت 3x minus 300 equal 0. يعني من الآخر 4 روت 3x equal 300. يعني الx هتبقى 300 على 4 روت 3. طب سيادتك دي هتطلع بكام؟ الx هتطلع ب 25 روت 3 سنتيمتر، عشان هي الرود كان بالسنتيمتر. يعني التشويس رقم دي. ده كده رقم 11. نمبر 12 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي فورس 3 اي ونيجاتيف 4 جي بالنيوتن اكت على بادي عشان تحركه من البوينت A للبوينت B. عايز التشينج في البوتنشال. طيب هو ما دام اتحرك من A ل B اقدر اجيب الديسبيسمنت B ماينس A، يعني 7 ماينس 1 و3 ماينس 3. طب ايه علاقه التشينج في البوتنشال بالديسبيسمنت؟ هقول لك عادي جدا بالورك. يعني انا عندي رول بيقول ان التشينج في البوتنشال ايكوال نيجاتيف الورك دان. طب فكك من النيجاتيف والورك دان هنا عشان دي فيكتور هيبقى اف دوت اس، يعني نيجاتيف الفورس ب 3 و4 دوت الديسبيسمنت 6 و0. يبقى في نيجاتيف بره، 3 تايمز 6 هتبقى 18 بلس 0، يعني كلها بنيجاتيف 18 ورك يونت. يعني تشويس رقم بي. دي رقم 12.
نمبر 13 بيقول لي انا عندي ريكتانجل اسمه ABCD، اللاين اوف اكشن اوف ذا فورس بيعدي على السنتر بتاع الريكتانجل. سنتر اوف ريكتانجل دي هو الانترسكشن بوينت اوف diagonals، اسف. بيقول if the moment force of the moment vector of the force F about A، يعني المومنت عند A بنيجاتيف 6K. طيب بيقول then the moment vector of the force about C، عايز السي. ماشي. طب ما تيجي نفكر كده. افكر في ايه؟ هو بيعدي على السنتر صح؟ طيب مادام بيعدي على السنتر فهو احتمال من اتنين. يعني ممكن انا لو جيت رسمت ريكتانجل كده، ادي ريكتانجل اسمه ايه؟ اسمه A B C D. ادي السنتر اللي هو الانترسكشن بوينت اوف diagonal. فانت تخيل كده ان حضرتك لو انت جيت الفورس دي عدت على السنتر، يعني مثلا عدت كده، طب ما هتعدي كده. انت لو جيت رسمت الاي سي عادي خالص، هتلاقي ان الاي سي ده السنتر بتاع الدايجونال صح؟ فالسنتر ده بيقسم الدايجونال نصين. يعني الجمله دي معناها ان الاف بتعمل بايسكت لمين؟ للاي سي. طب ما دام الاف بتعمل بايسكت للاي سي، معناها ايه علاقه المومنت عند السي بالمومنت عند ايه؟ هتقول لي قد بعض بس بعكس الساين. طب هو اداك المومنت عند ايه بنيجاتيف 6، يبقى المومنت عند السي بعكس الساين هتبقى كام؟ هتبقى 6. خلصت، هيبقى دي. مش محتاجه ستيبس خالص. تعالى في رقم 14. عندي 3 فورس كلهم اكتف بوينت واحده. الفورسز فيكتور لما كلها اكتف بوينت واحده هنشتغل على الريزلتنت. الفورس الاولى 3 و4 بلس الفورس الثانيه 1 ونيجاتيف 2 بلس الفورس الثالثه نيجاتيف 3 و4. 3 بلس 1 4 ماينس 3 بقت 1، و4 ودي ونيجاتيف 2 هتبقى 2، يبقى هنا 6. ودي اكتفين؟ اكتف نفس البوينت 2 و 3. بيقول لك then the moment vector of the resultant about B. طيب هروح اجيب الار بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر، هتبقى 2 ماينس 1 و 3 ماينس 1. هيبقى المومنت، هقول والله ادي ار كروس الاف اللي هي الاف بالنسبه لك اللي هي الريزلتنت، هتبقى هنا 6 ماينس 2 كي، هتبقى 4. يبقى هي 4K 4K اللي هي تشويس رقم سي. نمبر 15 مديني جراف فيلوسيتي تايم. ماشي. بيقول عايز الديسبليسمنت افتر 8 سكند. خد بالك انا عايز الديسبليسمنت. طيب الديسبليسمنت بالنسبه للفيلوسيتي تي هي الانتجريشن، وانتجريشن في الجراف يعني اريا. بس خد بالك هتجيب اريا اللي فوق، هتقولي ده تراينجل، هتقولي هاف في بيس في هايت، هتطلع لسيادتك ب 60. هتجيب اريا تحت، هتقول لي هاف البيس دي برضو 4 والهايت هنا ب 30، يعني هتطلع برضو ب 60. ركز، لو طلب منك الديستانس هيبقى 60 بلس 60، لكن لو طلب منك الديسبليسمنت زي ما هو عايز في السؤال، اللي فوق بالبوزيتيف واللي تحت بالنيجاتيف، فتطلع لسيادتك بزيرو، يعني تشويس رقم بي. لكن لو كان طالب الديستانس هيبقى دي اللي هي 60 بلس 60. الديستانس دايما بالبوزيتيف، فوق بالبوزيتيف وتحت برضه بالبوزيتيف. ركزوا. السؤال اللي بعده، انا عندي بودي اوف ماس 10 كيلو جرام ريست على سموث هوريزونتال بلين. ماشي. انا عندي هوريزونتال فورس 40 نيوتن اكت عليها. البودي اتحرك في اتس دايركشن، في نفس الدايركشن بتاع الفورس يعني. عايز الماجنتيود of the velocity of the body after 5 seconds from the starting its motion. طيب في شوية كلام كده بينوروا معاك. ريست معناها ان الفي نوت بزيرو، وطبعا الماس هتبقى 10 كيلو جرام، والفورس بالنيوتن مظبوطة. حلو. وهو اتحرك في نفس الدايركشن، والتايم بكام؟ التايم ب 5. ممكن اجيبها ازاي؟ ممكن اجيبها يا اما equation of motion واطلع الاكسلريشن ومنها اجيب الفي، او اقول والله ان الاف في تي الامبلس equal m v2 minus v1. الاف عندنا 40 والتايم عندنا 5، الماس ب 10، الفي 2 احنا عايزينها والفي 1 كانت 0، يعني 10 في 2
هتبقى equals 200 بالdivided هتطلع ب 20 متر per second، يعني التشويس رقم B. نمبر كام؟ 17. بيقول لي in opposite figure عندي uniform ladder weight W rest بالupper end على smooth vertical wall، يعني هنا في R2 بس، والlower end على rough horizontal ground وهو about to slide، يعني هنا في R1 وهنا في ميو اس R1، وهو مايل بانجل 45 وهو ما قالش اللينث بتاعه، هسميه L ودي نص L. عايز الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن بين اللادر والجراوند، عايز الميو اس. طبيعي في مسائل اللادر اول حاجه هعملها اقوم اعمل البلس بتاعتي، هيبقى فوق R1 وهنا R2 وهنا ميو اس R1 وهنا W، يعني R1 equal W والR2 بدل ما اكتبها ميو اس R1 هكتبها ميو اس W. هسمي البوينت اللي تحت دي A واروح اجيب المومنت عند A equal 0. فكده ال R1 والميو اس R1 ملهمش، ال W هيلف بالبوزيتيف والديستانس هتبقى هاف ال كوساين 45، ال R2 بالنيجاتيف والديستانس هتبقى ال ساين 45. انا عارف ان ساين 45 والكوساين 45 قد بعض، فانا هعمل ديفايدد ال ساين 45، فانا كده دول هيكنسلوا دول، فيطلع معايا ان ال R2 هي هاف W. طب ال R2 نفسها هي ميو اس W، كنسل ال W هيطلع معايا ان ميو اس equals هاف، يعني تشويس رقم B. رقم 18 بيقول لي the opposite figure represent the force displacement graph، مديني جراف فورس وديسبليسمنت، الفورس بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، الفورسز كده اسف اليونتس كده مظبوطه. بيقول لي عايز التشينج في الكاينتيك انرجي اوف ذا بودي لما كانت الديسبليسمنت ب 10. طيب هو عايز التشينج في الكاينتيك، طب ايه علاقه التشينج بالكاينتيك بالاف والاس؟ عندي رول بيقول ان التشينج في الكاينتيك ايكوال الورك دون من 0 لحد 10. طب الورك علاقته بالجراف اريا، فحضرتك بقى هو هتروح تجيب لي اريا. طب الاريا ازاي؟ سهله اهو، هو مسيستم لك الدنيا. حضرتك هنا هتقولي والله هتبقى هاف في بيز في هايت، هتطلع دي ب 20. ده ريكتانجل من 2 ل 5 هتبقى دي 3، يبقى الريكتانجل ده هيبقى 3 تايمز 20 هتبقى 60. ده تراينجل من 5 دي كده 4 ودي هتكون 20، فالاريا هنا هتبقى هاف تايمز 4 تايمز 20 هتطلع ب 40. دي هيبقى من 9 ل 10 هتبقى دي 1، هتبقى هاف تايمز بيز تايمز هايت، البيز ب 1 هتطلع معاك ب 5. بس خد بالك بقى اللي فوق بالبوزيتيف وتحت بالنيجاتيف، يعني وانت بتحسب الاريا هتقول لي 20 بلس 60 بلس 40 ماينس 5، يعني دي كده 60 120 120 ماينس 5 يعني 115 جول. ليه بالجول؟ عشان الفورس بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، وهو برضو عايزها بالجول اهي، يبقى 115 اللي هي تشويس رقم بي. نمبر 19 بقى بيقول لك ده اول واحد في الايساي، انا عندي تراينجل اسمه اي بي سي، ده رايت انجل تراينجل ات بي، الاي بي ب 3 والبي سي ب 8. عايز الفورس اف، ماشي، مديك المومنت عند A بزيرو، معناها ان الفورس بتعدي على A. المومنت عند C ايكوال نيجاتيف المومنت عند B، يعني بيعمل بايسكت للبي سي. يعني وانت بترسم الفورس بتاعتك هنخليها، بص ركز معايا، تعدي على B وتعمل بايسكت للبي سي، مش بمزاجي لكن من الجيفن. يبقى المومنت عند A ايكوال 0، دي معناها ان الاف بيعدي على A. المومنت عند السي هو نيجاتيف المومنت عند البي، معناها ان الاف بتعمل بايسكت لبي سي. يبقى معلومتين من الجبن اللي عندي. احنا عايزين الاف، بس ناقص قبل ما نحط بقى الاف محتاجين نحط الدايركشن صح. الدايركشن بتاع الاف حاجه من اتنين، يا طالع يا نازل. حضرتك لازم هتهبط في الاول. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتروح تجرب، هتقولي والله مثلا لفوق، لو انا حطيته لفوق ورحت اجيب مومنت عند السي، فانا كده هلف بالنيجاتيف. هل المومنت عند السي بالنيجاتيف؟ لا، وبالتالي هقلب لتحت. يبقى انا دلوقتي بخمن لحد ما اوصل كده انا جبت الاف. طب تعالى بقى نشوف
هنجيب الاف ازاي؟ هو عايز الماجنتيود بتاعت الاف. اقول له سهل، سيادتك من المعلومه اللي هنا ان المومنت عند البي ايكوال نيجاتيف 60، صح؟ اه صح. طب جميل. هو سيادتك بقى دلوقتي عشان نروح نجيب المومنت عند البي المفروض الاف هتلف بالنيجاتيف، والديستانس هي الحته دي، صح؟ طب جميل، هجيبها ازاي؟ بص، انت عندك البي سي كله كان 8 وانت عملت لها بايسكت، يعني الحته دي 4، يعني ال الهايبوتنس ده هيبقى روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2، هيطلع لحضرتك 5. هيبقى الهايت ده ببايثاجورن، اسف باكليديان، هتبقى 3 تايمز 4 اوفر 5، هيطلع ب 2.4. يعني هنا f تايمز 2.4 ايكوال نيجاتيف 60. كنسل، هات ال f 60 divided 2.4، نحسب، يبقى 60 divided 2.4 هتطلع معاك ب 25. هو بس كان عايز الماجنتيود، اقول له والله هي 25، مفيش اي فورس، مفيش اي يونت، اسف، اهي بنيوتن. كده انا جبت الاف. اخر سؤال، انا عندي body placed على التوب of inclined smooth plane of height 10. حاضر، ادي البادي placed معناها ان الفي نوت بزيرو، of height 10. حاضر، يبقى الهايت هنا ب 10. عايز الفيلوسيتي لما هيوصل البوتوم، ماشي حاضر، عايز الفي هنا. ده سهل جدا. ليه؟ لانه هو كتر خيره اداك سموث. يبقى هنشتغل بالبرنسبل للانرجي، اللي هو ايه؟ البادي هو فوق عنده كايناتيك وعنده بوتنشال، وهو تحت عنده كايناتيك وعنده بوتنشال، وعشان دي سموث يبقى السم للكايناتيك والبوتنشال ايكوال السم للكايناتيك والبوتنشال. هو بادي بليسد فوق، يعني الكايناتيك فوق بزيرو، لكن البوتنشال هتبقى ماس في جرافيتي في هايت. الكايناتيك تحت هتبقى هاف في ماس في في باور 2. البوتنشال تحت بدل وصل للاند اوف بلين، فهنعتبر ان البوتنشال هنا بزيرو. كنسلي ام مع ام، ودي دي هناك، هيبقى ال V2 باور 2 ايكوالز، هيبقى عفوا، هيبقى 9.8 تايمز 10 تايمز 2 تايمز 2، هتطلع ب 196. اعمل لها روت، هتطلع معاك 14 متر بير سكند. جبت ال V في الاند اوف بلين وخلصت. امتحان سهل وكويس. ربنا ان شاء الله كده يكتب لكم كل خير، ان شاء ربنا يوفقكم وتخلص ان شاء ربنا على خير. اشوفكم ان شاء ربنا بكل خير. السلام عليكم.